طيب الحلقة السابعة من الموسم الرابع من مسلسل ذا بويز نزلت النهارده، وانا النهارده باجي اناقشها واحللها معاكم واقول لكم رأيي فيها. طيب مبدئيا كده يا جماعة، الحلقة ما كانتش حلوة تماما، وكانت متكروتة بشكل كبير، وكانت تحس ان هي عايزين يخلصوها بسرعة، وفي جوانب كتير فيها مش كاملة، وفي فجوات بطريقة مقرفة في الحلقة دي. فبصراحة الحلقة مش اكتر حلقة عجبتني، بس في كام جانب كده يعني كانوا كويسين، انا جاي اناقشهم معاكم. مثلا الجانب بتاع ان هوملاندر عايز يقتل بوتشر، ده هيضيف كتير للمسلسل، وهيخلي ان في حاجات كتير قوي في المسلسل كويسه. وهيخلي فيه اثاره اكتر من اللي احنا شفناها في الحلقه دي، عشان بصراحه كان في احداث بس تحس ان هي متكروته. يعني مثلا لما هوملاندر قتل اللي هو شابيز ويدرمان ده، او اللي بيمثل دوره، كان تحس ان في مشكله في الجرافيك، كان في حاجه غلط، تحس ان انت مش مصدق الموضوع. ما كانش احسن حاجه بصراحه. الحته بقى بتاعت ديب والاخطبوط ده مقزز بطريقه مش طبيعيه، يعني حرفيا ده بالنسبه لي اكتر حاجه مقززه في المسلسل بطريقه فوق الوصف. يعني ايه الخرا ده؟ انتوا ازاي وصلتوا للمرحله دي؟ هي دي طبعا مش اول حلقه يحصل فيه الموضوع ده، بس حتى في الحلقات اللي فاتت كان بالنسبه لي حاجه خرا. الفكره بقى في الجانب بتاع سيج، انا مش ما كنتش متحمس له من الاول، ولحد دلوقتي مش متحمس له. وفكره ان هم مش مبين لنا القوه بتاعت سيج كلها، اللي هي ايه هي قوتها الحقيقيه، وايه كل القوه بتاعتها. يعني مثلا الحلقه اللي فاتت احنا اكتشفنا ان هي مش بتموت من الرصاص. طيب يعني ما تبينوا لنا كل حاجه فيها، يعني مش لازم نكتشف مع الوقت وهكذا. ما حبيتش ده قوي. حاجه كمان وهي التفاصيل في الحلقه، التفاصيل في الحلقه دي كانت سيئه حرفيا، في حاجات كتير قوي وفجوات كتير قوي فيها. زي مثلا ان هم لما بوتشر راح لهم، هم عرفوا ان هو قطع رجل اللي هو الدكتور اللي متجوز نيومان ده لوحدهم، من غير ما هو يجيب سيره الموضوع ده. فالموضوع ده كان غريب بالنسبه لي وما حبيتهوش. وحاجه كمان ان الجانب بتاع رايان بصراحه هو افضل حاجه في المسلسل لحد دلوقتي، بالذات في الاخر، في اخر الحلقه لما اتكلم قدام الشاشه وهوملاندر كان بيشوفه وبوتشر كان بيشوفه، معمول بطريقه كويسه، وده احسن حاجه في الحلقه بالنسبه لي. وجود جيفري مورجان حلو قوي في المسلسل ومضيف ليه كتير، بس دوره قليل، او بالنسبه لي مش مهم، او ملوش تاثير، علشان ملوش، مش في الواقع، مش موجود في الواقع. فده بصراحه ما حبيتوش ان الموضوع ده حصل. انا بقى متوقع ان ترين هيتقتل الحلقه اللي جايه، وده بصراحه هيقلل كتير برضو من مسلسل. ترين دوره مهم في المسلسل قوي، ومن العوامد او من اول الشخصيات تقريبا اللي ظهرت في المسلسل، فده برضو مش حابه قوي. اللي هيحصل بقى الووتشر ده بصراحه هيأثر قوي على المسلسل. يعني لو فعلا هيموت في المسلسل او في الحلقه دي زي ما كان باين، ده هيأثر بشكل كبير. فهم بصراحه زنقوا نفسهم في حته وحشه قوي، اللي هو يعني عشان الواقعيه لازم يموت، وعلشان المسلسل ما يتأثرش بالموضوع فلازم يعيش. فحاطين نفسهم في حته وحشه، مش عارف هيخرجوا منها ازاي. وكده كده اصلا احس المسلسل بيقع. يعني الحلقه دي حرفيا كانت بالنسبه لي خرا، كانت وحشه بصوره كبيره، وهي أسوأ حلقه في الموسم لحد دلوقتي في كل المواسم، بالمعنى الحرفي حلقه ما تتشافش. يعني زي ما قلت، الحلقه دي هي اسوأ حلقه في الموسم لحد دلوقتي، وتقريبا من اسوأ الحلقات اللي في المسلسل بصفه عامه. وتقييمي للحلقه دي هو 6/10. يعني يا دوبك مش حلقه كويسه خالص بصراحه. وتوقعي لبقيه المسلسل ان هو هيقع، مش هيبقى زي المواسم اللي فاتت، واتمنى ان ده ما يحصلش، عشان ذا بويز من اكتر المسلسلات اللي بحبها بصراحه. بس فيا ريت لو الحلقه دي عجباك تعمل لايك للفيديو ده وسبسكرايب للشانل، عشان يوصلك كل جديد بقدمه. اشوفكم على خير في حلقات كتير جايه، وسلام.